بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج الكرة مع العشر، وتعادل جديد لنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا دوري المجموعات. المباراة رقم 2 لنادي الزمالك في دوري المجموعات مع المريخ السوداني، والمباراة اللي أقيمت في ليبيا في ملعب الشهداء ببنغازي. أرضية الملعب سيئة جدا، ملعب نجيل صناعي، والحكم سيء جدا في أرضية الملعب، ومش دي مبررات إن الزمالك يتعادل. ولكن وديت نفس الخطة اللي أنا لعبت بيها المباراة اللي فاتت، مباراة سموحة، وكسبت سموحة 3-1 3-4-3. بس أنا عملت، بس شلت عواد، كنت شايل حاطط صبحي وحطيت عواد بدل صبحي. طيب، هو هو الزمالك مش عارف يجيب جوان ليه؟ ولا ايه في ايه بجد؟ يعني انا مش فاهم اقولها ازاي. هو انا هفضل معتمد على سيف الدين الجزيري مهاجم؟ طب انا شلت نيمار، انزل مكانه عمر جابر؟ اطلع سيف جعفر وانزل رؤى؟ انا مش عارف. والله الفقر ما هو عيب، الفقر ما هوش عيب، بس ما بينش فقرنا للناس. ما نعرفش الناس اللي احنا فقراء، ما نعرفش الناس اللي احنا عندنا كلاحة في الملعب، محدش فاهم حاجة. انا سحبت نيمار اللي كان بيتحرك مع زيزو عشان نزل عمر جابر. خرجت سيف جعفر اللي النهارده يعني شاط كرة جت في العارضة، وشاط مش عارف عمل ايه، ونزل مكانه روح. هو انا صابر على سيف الدين الجزيري في الملعب ليه؟ بقاله كام ماتش ما بيخرجش، هو ماسك عليكم زله؟ يعني نفسي افهم، سيف الجزيري ماسك على فريرا ولا اسامه نبيه ولا عبد المقصود زله؟ هو ما بيخرجش ليه؟ ماتش الشباب بلوزداد مضيع كام جول، ماتش سموحه مضيع مش عارف ايه، ماتش النهارده يا جدعان بجد والله ما تقنعونا. يعني الحمد لله مشكلته كده اتحلت. اتمنى بقى اشوف ناصر منسي في مباراه الترجي. انا عندي يوم السبت الجاي ان شاء الله، يوم 25/2 في تونس، مباراه الساعه 6 في ملعب رادس، هنلاعب الترجي. اتمنى اشوف ناصر منسي هو مهاجم نادي الزمالك. هو ده المهاجم اللي انا اشتريته. تمام. هو انا خلاص مش معتمد على سامسون، والجزيره انا معتمد عليه وسايبها على الله وعلى الله خالص يعني. فخلاص بقى اريحه والعب بناصر منسي، واشوف ناصر منسي في ارضيه الملعب هيبقى عامل ازاي. اتمنى ذلك يعني. ده المريخ السوداني كان هنا في مصر عامل معسكره، وكان بيلعب نادي الاسماعيلي فقير فنيا، وبنقول عليه هينزل درجه تانية والمركز الاخير في الدوري. الاسماعيلي كسب 4-0. الاسماعيلي كسب المريخ 4-0. انت كنادي زمالك ما انتش عارف تكسب المريخ حتى 1-0. انت خسرت من المولوديه وتعادلت مع المريخ. انا شايف ان احنا ضيعنا اسهل ماتشين في البطوله. انا عندي ماتشين ورا بعض مع الترجي، هو انا اخسر من شباب بلوزداد واتعادل مع المريخ ومفكر نفسي انا رايح اكسب الترجي؟ مش هنضحك على بعض. انت لو الترجي اتعادلت معاه في رادس خلاص كده، كل سنه وانت طيب. ما تقنعنيش بقى اللي انت هتعرف اصلا تكسب ترجي على ارضك، ولا هتعرف تكسب بلوزداد في الجزائر، ولا هتعرف تكسب المريخ عندك هنا في مصر. ما نشتغلش بعض، بجد ما نشتغلش بعض. سموحه الشوط الثاني في مباراه سموحه لو كانت ضغطت شويه كان جابت فيك التعادل، جابت فيك الجون الثاني والتعادل. فانا مش فاهم بجد، ما تقنعونا يا جماعه يعني احنا قلنا احنا مش عارفين نفهم كوره ولا فاهمينه وبنستعبط. هو انا خرجت نيمار عشان انزل مكانه عمر جابر ليه؟ انا سايب يوسف اسامه نبيه ليه؟ خرجت شيكا انزل مكانه نبيه. يا عم طالما الدنيا بقى واقعه منك كده، طب ما خرجتش الجزيره ونزلت سامسون ليه؟ طب ما انا مش عارف اقول لك ايه يعني، انا مش فاهم. هو اذا كان اللي بره انيل، ما اللي في الملعب انيل منه. مفيش حد فيهم احسن من التاني اصلا. هو احنا مفكرين كده اللي احنا هناخد الستة؟ والله ولا هناخد الستة ولا هناخد ولا بلاش. فيريرا لعب بخطة 3-4-3. عواد، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، محمد طارق. نص الملعب نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، نيمار، محمد عبد الشافي، زيزو وشيكا، وقدامهم لا حول ولا قوة منه لله سيف الدين الجزيري. طيب، عملت تبديلاتي. خرجت نيمار ونزلت عمر بيه جابر ابن النادي.
عمر هعمل ايه؟ مخرج شيكا ومنزل شلبي. مش لازم نقول يعني. طب انا مش فاهم، هو عمل لي إيه في ارضيه الملعب؟ طب انا ما لعبتش ماتش سموحه، طب ما انا ما نزلتش مكان يوسف اسامه نبيه ليه؟ كان يحرك الدنيا. طب انا خرجت سيف فاروق جعفر، انزل مكانه رؤى. اقنعني انزل مكانه رؤى. هو انا ولا الجزيري نافع ولا سامسون نافع ولا رؤى نافع ولا السيسي لما لو كان نزل كان هيبقى نافع ولا عمر جابر نافع ولا شلبي نافع ولا احنا نافعين ولا اي حاجه خالص. هو ده يا جدعان، انا ما حدش يقول لي ان احنا هناخد افريقيا ولا هناخد دوري. يا رب ناخد مركز تاني، والله يا رب ناخد مركز تاني مش مركز اول. يا رب ناخد مركز تاني، سيبك من افريقيا دلوقتي. يا رب ناخد مركز تاني في الدوري، بجد والله يا رب ناخد مركز تاني في الدوري. انا مش متفائل ان احنا ناخد حاجه السنه دي، انا مش متفائل ناخد حاجه السنه دي. ان شاء الله مع الصفقات بالحاج وسيف وناصر منسي، يعني ممكن يبقى في تغيير في الملعب. ممكن بالحاج اقدر اوظفه كويس في ارضيه الملعب ويلعب مكان شلبي. ناصر منسي يبقى مهاجم، يعني يبقى فيه الامل. يعني جمهور الزمالك كله حاطط في ناصر منسي الامل، جمهور الزمالك كله حاطط في ناصر منسي الامل. يعني والله انا ما عارف اقول ايه بجد، لان احنا اصلا من البدايه جايبين صفقات كسر وسمسره في لعيبه. امام عاشور امبارح جاب جون، امام عاشور جاب جون، مصطفى محمد صنع جون. ولاد الزمالك بره بيجيبوا جوان وبيصنعوا. طب ما هم كانوا عندك في الملعب عملوا ايه؟ ولا اشمعنى نادي الزمالك اللي لعبته اللي بيجي لها عروض؟ حسام عبد المجيد جاله عرض برتغالي من يحيى الشركه. انا يعني مش عايز اهاجم ومش عارف اهاجم ومش عارف اقول ايه ومش عارفين نعمل ايه، وفي حاجات اصلا مخفيه من تحت لتحت والدنيا بتبوظ. ولكن انا يعني هنشوف الصفقات. عندنا ناصر منسي وعندنا بالحج وشلبي، والحمد لله الونش راجع خلاص اهوت. ممكن مباراه الترجي اللي هتبقى هنا في مصر ممكن يكون موجود فيها ان شاء الله. فاتمنى من الله يعني ان حالنا يتصلح، اتمنى من الله ان حالنا في الملعب يتصلح ونشوف بجد والله. نحاول ننزل تحت في الشباب نشوف حد بجد يعني مع الصفقات الجديده، ونريح بقى شلبي وعمر جابر والليله ديت بجد بجد يعني افريرا. لان انت فقير فنيا بجد، فقير فنيا، او الليله عادت كبيره عليك، او انت ما انتش عارف تعمل ايه، وهي دي القماشه اللي عندك. وللاسف يعني مهما تخيط في القماشه هي القماشه بتتقطع. فخلاص هنعمل ايه؟ يا رب يا رب ناخد مركز تاني في الدوري المصري، ويا رب نعدي دور المجموعات في افريقيا.